السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا خلاصة كتاب. بين أيدينا اليوم كتاب إشكالية الديمقراطية والبدء الإسلامي في الوطن العربي لمؤلفه خالد الحسن، وسنركز على ما ورد بالمؤلف بخصوص قضية اللغة ودورها النهضوي، حيث يرى الكاتب أن من أهم أسباب جمود أمتنا ثم تخلفها وانحطاطها هو انفصال الطاقة العربية أو اللغة العربية بمضمونها الثقافي والحضاري عن المجتمع. يقول الحسن: يصبح فصل اللغة العربية عن الفكر الإسلامي بمثابة إلغاء للطاقة التفاعلية القائمة بينهما، بما يؤدي إلى انحطاط في فهم الإسلام وانحطاط في فهم اللغة ومستوى أدائها وتفرعها إلى لهجات مختلفة قد تصل إلى لغات مختلفة. وبهذا المعنى للغة قدسية لكونها تحفظ للأجيال المتعاقبة التراث الفكري للأمة وللإنسانية، فالكلمة هي الوعاء الحضاري للمضامين الحسية والفنية والفكرية والعلمية للتراث الحضاري للأمة ماضيا ومستقبلا، والكلمة هي أهم أداة للتعبير عن أحاسيس وتفكير الإنسان، وبالتالي أهم أداة للتعبير عن تراث الأمة الحضاري وأهدافها المستقبلية. ركائز التراث الحضاري الإسلامي. يتحدث الحسن عن ركائز التراث الحضاري الإسلامي ويقول إنه يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم وقيلت بها السنة الكريمة، والفكر القائم في القرآن والسنة بدءا من العقيدة الإسلامية عن الكون والإنسان والحياة، ومرورا بالقواعد والمرتكزات الأساسية لمتطلبات الحياة المجتمعية، وانتهاء بالأحكام الشرعية التي يتم بها حل المشاكل المجتمعية والعلاقات القائمة في المجتمع. اللغة والتحرر من الاستعمار. يقول حسن إن حركة الاستعمار هي حركة قهر الشعوب لمصلحة الشعب القاهر، تبدأ بتشويه تاريخ الشعوب المقهورة في نظر مثقفيها لإلغاء احترامها له حتى يتحقق إلغاء تعاملها معه في حركتها المستقبلية، وفي نفس القدر تكون نقطة البدء في التحرر من القهر، حيث تبدأ النهضة بعيدة عن التقليد الذي هو قرين الارتباك، مدركة لخصوصية ذاتها الحضارية حتى يقع الإبداع الحضاري بالإخصاب وليس في التبديل والاستعارة. وعليه فاللغة هي الوعاء الحضاري الذي يتم عبره التحرر من الاستعمار. حيوية اللغة. أبرز الحسن في كتابه أن حيوية اللغة ليست في انتشارها العالمي فقط، لأن مثل ذلك يتأثر بشكل واضح جدا بموازين القوى ومراكزها السياسية والعلمية والصناعية، وخاصة في عصرنا الحالي، بل إن حيوية اللغة هي في قدرتها على التعبير الفكري والتشريعي والأدبي، وقدرتها على الاستمرار والتطور دون التخلي عن جوهرها وطابعها وخصوصياتها. الخلاصة التي نصل إليها في هذا المستوى أنه لا نهضة للأمة الإسلامية ما لم تجعل من اللغة العربية أداة تفكير ونظر، باعتبار أنها من مقومات الشخصية الحضارية التي لا غنى عنها، وبدون اللغة العربية يستمر الانفصال الذي تعاني منه الأمة الآن في العقل فكرا ومنهج تفكير، وفي الوجدان إيمانا وذوقا ومنهجية تمثيل. إلى هنا نصل ختام هذه الحلقة، لا تنسوا التكرم والاشتراك في القناة. سعيد دائما بتلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم وتصويباتكم. دمت وإياكم من المستجيبين الأمر الله. اقرأ. والسلام عليكم ورحمة الله.